خوتي مرحبا بكم. غادي ندير لكم فيديو خفيف ظريف نقرا لكم القراءه التكتيكيه والتحركات العمياء للهدف الاول اللي سجله عصام ماندي. واش غادي نحكوا في هذا الفيديو السريع؟ الزياده العدديه الهجوميه، التمركز والمتابعه، التنفيذ الفني واللمسه الاخيره لماندي، الهدوء تحت الضغط وسرعه رد فعل ماندي. قبل ما نبداو خوتي ما تنسوش تفجروا زر اللايك ولا جام ولا اعجاب كما تبغي تسمي خويا والابوني. رغم ان عصام ماندي يشغل مركز قلب دفاع الا ان الهدف جاء نتيجه استغلال ذكي منه للكرات الثابته او الكرات المرتده داخل منطقه الجزاء. نحن هنا في الدقيقه 44 من زمن الشوط الأول، حيث كان الجميع ينتظر صافرة النهاية، لكن لمحاربي الصحراء رأي آخر. انظروا إلى هذه الجرأة التكتيكية. قلب الدفاع المخضرم عصام ماندي يتحول في لمح البصر إلى مهاجم قناص داخل صندوق العمليات. هنا تظهر قيمة التمركز الذكي والقراءة العمياء للملعب. ماندي لم يكن مجرد مدافع يغطي منطقته، بل تحرك بحث هجومي مرعب، مستغلا الزيادة العددية وغياب الرقابة اللصيقة من دفاع بوليفيا الذي تشتت تماما في مراقبة الأجنحة. وبفضل حاسة التموقع العالية قرأ ماندي مسار الكرة الساقطة قبل الجميع، وأظهر هدوءا وثيقة لا تجدها إلا عند كبار المهاجمين. بلمسة خاطفة وسرعة رد فعل مذهلة يوجه الكرة بدقة متناهية إلى داخل الشباك، مفجرا الفرح في المدرجات ومحطما الجدار الدفاعي البوليفي في توقيت قاتل سيكولوجيا ليمنح المنتخب الجزائري ليس فقط التقدم في النتيجة، بل والأفضلية الذهبية الكاملة قبل الدخول إلى غرف الملابس. كيفاش قريتوا انتم هذا الهدف؟ ما تنسوش تكتبوا لنا رايكم في التعليقات. سلام.